عاش الحي السكني الاجتماعي الجديد بوادي تليلات حالة من الفوضى إثر حادثة الاعتداء على مؤذن متطوع من طرف ابن جاره بواسطة حجر داخل مصلى الحي. وقالت مصادر بأن الحادثة وقعت بعد اعتداء قاصر 16 سنة على المؤذن أثناء رفعه لآذان صلاة الفجر وعلى مرأى من المصلين بالمصلى، وهي الواقعة التي خلقت حالة من الذعر والغضب. وقد أصاب الحجر المؤذن برأسه أفقده الوعي، ما تطلب نقله إلى مستشفى بن زرجب وإخضاعه لعملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس، ولكنه فارق الحياة بعد أيام. تمكنت مصالح أمن دائرة العلمة من توقيف الشخص المشتبه به في عملية حرق 5 حافلات و3 سيارات فجر يوم أمس الجمعة. وقد وقعت الحادثة على مستوى حي بوزيد والمذبح في العلمة بالصيف، حيث تعرضت 5 حافلات و3 سيارات للحرق كانت مركونة على مستوى الحظائر والمواقف بوسط المدينة.